المنعوت بصفات الكمال، والصلاة والسلام على أشرف الرسل محمد بن عبد الله، خير من اختاره الله واصطفاه وأدبه وعلمه واجتباه. أما بعد، فكلما قرأت أو سمعت أن أحدا من غير المسلمين قد استهزأ برسولنا الأمين، قلت في نفسي أنى لا منه حتى أمزق قلبه أو أمزق رأسه، ولكني سرعان ما أعود إلى نفسي وأقول حتى وإن تمكنت منه ربما خرج من غيره الكثير، فما الحل إذن؟ وما التدبير؟ وكيف السبيل لنصرة نبينا الجليل محمد صلى الله عليه وسلم؟ سألت أستاذي وشيخي وشكوت له همي، قال يا بني إن أفضل سبيل لنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم هو حبه. قلت له حبي؟ قال نعم يا بني، هو حبك. بالحب تطيعه ولا تعصيه، ومن كل حاسد تمحيه بالحب تبين للناس جميل سجاياه، وسيعرف الجميع صفاته وحسن محياه. فقلت له يا شيخ علمني كيف يكون هذا الحب. قال يا بني اقرأ عن حب الصحابة له في السير، وبعد حين ستعرف الخبر. وطفقت أقلب من السير الصفحات، أستخرج العبر والعظات، وشرعت أتتبع كل حادثة تجسد لي هذا الحب، حتى عثرت على ما وقع في القلب وأثر اللب، حادثة عجيبة وواقعة غريبة، والقاص لها أبو بكر رضي الله عنه، حيث قال كنا في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت عطشان جدا، فجئت بمسقة لبن فناولتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يا إلهي ثبت فؤادي، النبي يشرب وأبو بكر يرتوي لشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك، هل رأيت حبا مثل هذا الحب؟ هل بين ضلعيك قلب مثل هذا القلب؟ لم أرى حبا مثل هذا في الوجود، ولم أرى له نظير في سيرة الآباء والجدود. فقابلت شيخي فحدثته بما قرأت، قال نعم يا بني، هذا هو الحب الذي صنع الرجال، هذا هو الحب الذي بنى الأبطال. فلو عظم ما في قلبك وما في قلوب الشباب ستبقى أمتنا دوما بالقمم، وستظل مهابة بين الأمم. فالمجد يبدأ بمحمد شامخا، وفي وجهه يزدان كل نهار. والعدل لو تلقاه شخصا ناطقا لوجدته في هيكل المختار. نفديك بالأرواح يا علم الورى، نفديك بالأرواح والأعمال، نفديك بالأطفال في زمن الصبا، نفديك من دكا إلى دكار. هو فخرنا، هو بخرنا، فعليه صلى الله ما سطع الضياء، وترنمت ورقاء بالأشعار. الصلاة والسلام.